اهلا بيكم من تاني يوم جديد وموضوع جديد من بابزي شو بودكاست. دلوقتي بيني وبينك خيط واحد او سؤال واحد، يعني اب. عمرك سألت نفسك وقعدت كده وفكرت قلت هو انا اصلا انفع اكون اب ولا لا؟ طب دور الاب ده زيه زي دور الام ولا اقل ولا اكتر؟ لانه ناس كتير بتتكلم على دور الام واهمية دور الام، لكن دور الاب ده محدش كتير بيتكلم عنه. طيب ولو طفل ابوه غايب مسافر او توفاه الله، ايه اللي فعلا بيخسره؟ احتمال او اكيد هنجاوب على الاسئله دي في حلقات تانية من البودكاست، لكن النهارده عاوزين نفكر بصوت عالي سوا. نفكر انه الاب مش كلمه، لكن هويه، قوه بتبني او تسيب فراغ يهدك من جواك طول العمر. الاب والام دايما كده، ان هي حتى بيدقوا الهون يقول لك اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك. دايما دور الام مقدم على دور الاب، واحنا النهارده هنتكلم عن دور الاب عشان نشوف هل في دور اكبر من دور ولا لا. نظريه التعلق اللي انا بحبها دائما وابدا بتتكلم انه الام هي اللي غالبا بتدي القاعده الامنه للابن، اللي هو الحنان والاحتواء. أما الأب فهو المسؤول عن تكوين القاعدة الاستكشافية، يعني بيشجع الطفل على أنه يواجه العالم. وبالتالي الأدوار مختلفة، مفيش حد أكتر ولا حد أقل. وبالتالي إن شاء الله بنهاية الحلقة دي محتاجين ننهي أو نقضي على أسطورة الأب الATM، اللي هو الأب المسؤول على أنه يدفع والأم بتعمل كل حاجة. طيب فكرة ان الام الكل في الكل في البارنتنج او في التربية دي كمان اسطورة محتاجين نقضي عليها، لانه في فترة مش بعيدة كان كتير من مدارس علم النفس في وقت من الاوقات بتلبس الام انها سبب معظم الاضطرابات النفسية للاطفال. وبالمناسبة انا مش بدافع عن الامهات ولا في صف حد على حد، لكن باكد ان الادوار متكافئة ومكملة. عشان كده كل طفل محتاج يكون عنده ام واب. نظرية الأدوار الأسرية اللي بتقول إنه الأم بتبني الأمان الداخلي أو السيف بيس زي ما قلنا. طب والأب هو المرشد الخارجي اللي بيساعد الابن على السوشياليزيشن أو إنه يخرج بره البيت للكون. بمعنى الأب هو المسؤول على إنه يقول لابنك جرب أنا في ظهرك. ده بيعمل توازن ما بين الأمان والاستقلال. الأب يعلم ابنه قيمة الالتزام، فلو وعد يوفي. الولد يكبر شايل فكرة ان الرجولة كلمة ومسؤولية. طيب لو افترضنا انه الاب هو اللي بيفتح لابنه الباب انه يشارك في الانشطة الاجتماعية، الرياضة، السفر، مواجهة التحديات، فهنا الاب هو الممر اللي بيعدي منه الطفل لمرحلة الرجولة. يعني كأنه ممر من البيت للشارع او الكون، وممر تاني من الطفولة للرجولة. طيب لما الاب بيغيب الولد ممكن يدور على بوابات بديلة، صحاب، شارع، سوشيال ميديا، لكن ما يقدرش يعيش من غير أب. ودي أحيانا كتير بتبقى بوابات الخطر، واللي بتخلي الأب والأم يخبطوا على باب العيادة النفسية علشان يدوروا على حلول، مع إن الحل عندهم في البيت. طيب عندي حدوتة كده صغيرة، حدوتة طفل أول مرة يتعلم يركب العجلة. الام خايفه انه يقع، والاب واقف من بعيد عمال يقول له جرب انا وراك، جرب انا معاك، انت برافو عليك، ده تمام. اللي بيحصل انه مساحه المخاطره دي بتقل، ويبقى مكانها احساس وشعور بالامان. وانا اظن ان انت دلوقتي ممكن تكون بتفكر في موقف شبيه حصل مع ابوك. انا فاكر اول يوم ابويا حاول يعلمني العجله، واول مره نزلت اركبها وافقد التوازن، وقع لغايه ما عرفت اتقن ركوب العجله، وسبت ايدي وقمت تك خابط في باسكت زباله. وساعتها بابا عمري ما هنسى كلمته، قال لي برافو عليك عرفت تسوقها، المره الجايه تسوق احسن. غياب الاب بيساوي خساره ايه؟ في نظريه الهويه الاريكسون بيقول انه وجود الاب بيساعد الطفل على انه يكون عنده competency او
إحساس بأنه أنا قادر، يعني أنا كيان وأقدر أحدث أشياء وأنافس في الكون، وبالتالي غيابه بيخلق فراغ وبيدي شعور بالانفيريوريتي أو في انخفاض في ثقة الذات. إريكسون بيقول إن الطفل في المرحلة دي بيبدأ يتعلم مهارات جديدة ويقارن نفسه بأقرانه، فلو لقى الطفل الدعم والتشجيع يشعر بالقدرة ويشعر بالإنتاجية ويشعر أنه مؤثر في الكون. طيب لو فشل وتعرض للنقد المفرط أو أنه كل مرة يفشل ومحدش يشجعه، يحدث أو يتكون لديه شعور بالنقص وعدم الكفاءة. طيب وبالتالي الدراسات الحديثة بتؤكد أن غياب الأب مرتبط بصعوبات الثقة بالذات والعلاقات. في شاب أعرفه بيقول لما أبويا مات بدري كنت دايما بدور على أي حد أكبر مني ياخد دوره في حياتي. كنت محتاج ظهر، محتاج سند، وبقيت شايف المسؤولية هم، وحاسس بعبء الدنيا وبخطر إني أكون نفسي، لأنه غياب الأب يساوي غياب الظهر وغياب القاعدة الاستكشافية للكون. فكر كده، غياب أبوك أو حضوره عمل إيه معاك؟ الأب هو اللي بيرسم هوية الابن، وفي نظرية اسمها نظرية المراية، يعني إن الطفل بيشوف نفسه من خلال استجابات الأب والأم له. فلو أبوك شايفك قوي هتقبل شايل ده جواك وشايف نفسك قوي. طب لو أبوك رفضك أو شايفك كمالة عدد أو شايفك ما بتعرفش، مهما كبرت وتعلمت هتفضل برضه مهزوز وشايف نفسك إنك مش كفاية. وأظن دلوقتي أنا وإنت ممكن نكون بنفكر في جملة أو نظرة من أبونا لسه عايشة فينا لغاية دلوقتي. في نظرية بتتكلم عن إن الأب هو حارس البوابة. يعني إيه حارس البوابة؟ في دراسة عملها الباحث مايكل لامب، وده واحد من أشهر العلماء الذين اعتنوا بدراسات الأبوة والتربية. بيتكلم على إنه الأب هو حارس البوابة، يعني مش بس مربي، مش بس معيل، لكن الأب هو اللي بيعرف الابن على العالم الخارجي، على المجتمع، على القانون، على الحدود، على المسؤولية. فوجوده مش بس في البيت، لكن وجوده هو جسر ما بين البيت والدنيا الكبيرة. يعني أنت حلقة التواصل ما بين البيت الآمن إن كان آمن والدنيا الكبيرة اللي احتمال كبير ما تبقاش آمنة. في الثقافة العربية الأب هو ولي الأمر اللي بيحدد المسموح والممنوع، يعني هنرجع تاني إنه الأب هو اللي بيعرف الابن على المجتمع والقوانين. أما الثقافات الغربية بتقول إن الأب كوتش أكتر، مدرب أكتر، يعني بيشجع على إنه يعلم ابنه المهارات للحياة. سواء بقى في الثقافة العربية أو في الثقافة الغربية هنلاقي إنه دور الأب تكاملي، إنه يعلم الكائن الصغير ده يعيش مع الدنيا اللي موجودة بره. تمام؟ فالأب هو دايما رمز لنضوج الطفولة، سواء كان الطفل راجل أو الطفل بنت. فاكر أول مرة أبوك سمح لك تخرج لوحدك؟ أول مرة قالك أنا واثق فيك؟ أول مرة حسيت إنه منعك من غير ما يقولك ليه؟ وساعتها حسيت إنه باب البيت مقفول والدنيا اللي بره دي في حاجة غلط. فدلوقتي لما تيجي تبقى أب، تفتكر عاوز تبقى حارس على البوابة وتطمن ابنك إنه يكتشف العالم الخارجي، ولا تقفل الباب بالمفتاح وتسيبه يتصرف لوحده؟ الجزء الجاي ده هنتكلم عن الغايب الحاضر والحاضر الغايب، مفهوم ملخبط شويتين. بمعنى الأب ينفع يبقى موجود ماديا لكن مش حاضر عاطفيا، وده بيكون تأثيره النفسي على الأطفال أصعب من الغياب الفعلي، وبيعمل صدمات نفسية أكثر قسوة وأصعب علاجا، لأنه الطفل هنا حسب نظرية المراية ما اتشافش أو اتشاف قليل. فتخيل كده تقف قدام المراية وتبص ما تلاقيش حاجة، ما انتش موجود، هوا شفاف، أو شايف الحاجات المفعصة اللي فيك، يعني شايف الحاجات السلبية اللي فيك، فتحس انك عبء وعالة على الكون. وده بيخلق وحدة ممتدة أكدت عليها نظريات التعلق، ويخلي ابنك أو بنتك يدور عليك أو تدور عليك في كل راجل تشوفه أو يشوفه. ومن هنا بتيجي كتير من مشاكل التعلق
وبقى العريس النرجسي وتغيرات الهوية الجنسية وغيرها من المشكلات اللي موجودة وبتوصل لنا العيادة. فيمكن انت نفسك فاكر ابوك كان موجود ولا بعيد، كان بسيط بس حاضر، وكل التفاصيل اللي كانت موجودة بينكم موجودة في قلبك وفي عقلك. محتاج أكد إنه الأب مش بس سلطة، الأب علاقة. كل ما كنت قدوة وكل ما كنت متوازن، كل ما صدرت لابنك صورة جيدة عن الأبوة وصدرت لبنتك صورة جيدة عن الزواج، وهكذا. وفي نظريات كتير ليها علاقة بالتربية هنقولها في حلقات لاحقة، لكن ممكن نكتفي إن احنا نقول إنه أفضل أنواع التربية اللي بيكون فيه حزم وبيكون فيه حنان، وإنه أكتر أنواع التربية قهرا اللي هي التربية السلطوية اللي بتخلي ولادنا مليانين خوف. أما الأب المتساهل بيخلق فوضى جوه الابن، والأب الغايب بيخلق فراغ ما بينتهيش. فتعال نفكر كده، يا ترى أي أب موجود في حياتك؟ الأب السلطوي ولا المتساهل ولا الغايب ولا الأب المتوازن؟ في الآخر أحب أكد، الأب مش مجرد لقب. الأب هو اللي بيخلي الطفل يشوف نفسه، المراية. الأب هو اللي بيحط ظهر ابنه واللي يفتح له البوابة على الدنيا الكبيرة. ويمكن دلوقتي وانت بتسمعني بدأت تسترجع صورتك مع أبوك. يا ترى كان حاضر، غايب، قوي، ضعيف؟ كان بيديك دعم، كنت بتخاف منه؟ لكن السؤال الأهم واللي البودكاست ده اتعمل عشانه، انت نفسك عايز ابنك يشوف فيك ايه؟ سؤال الحلقة دلوقتي، لما ابنك يقولك يا بابا، تحب يشوف في الكلمة دي ايه؟ ظهر، امان، سند، ولا اسم بس؟ اعمل ريل وبعته لنا، هنستناه. جاوب لنا فيه على السؤال. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك، شير، سبسكرايب.